يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هقدم لكم ضيف اليوم صار محبوب الجميع، فراح إن شاء الله أسئلة هي جايبها أنا من الشارع ومن المحبين، فراح أسئلها للضيف، والضيف ما راح أعرفه لكم صورة وصوت. زين، نورتنا وكل الهلا بيك. بنورك يا اخوي تاج الراس، اخوي المحترم علاء. طبعا لي الشرف اكون بجانبك وهاي الحلقه مالتك ان شاء الله بشرف. الله يحفظك. الله يسلمك. ابو حسين علاوي، اليوم بهاي الاطلاله الجميله نورتني. ابو حسين، اليوم راح ان شاء الله اسالك اسئله هي من الشارع وتحب الناس تتعرف عليها اكثر. اخوي وتاج راس علاء، اني حاضر لكل سؤال سيده. ابو حسين، احنا والكل الجميع اللي يعرف كلمه لا اله الا الله هي مطروقه وجميله ودائما نرددها، فانت ابو حسين اليوم هاي الكلمه انت استعاريت لها ام كنت محضرها ام هي رساله انت بداخلك ردت تقدمها للناس؟ مثل ما تفضلت اخوي علاء، هاي الكلمه لا اله الا الله هاي من زمان انا عندي، فطاحت الفرصه بالزياره مال الامام الحسين سلام الله عليه وبديت بها. سويت تعرف مقالب بالمواكب، تعرف المواكب، هاي الرسالة مال كلمة لا إله إلا الله. شك واحد مبغض للإمام الحسين أنا نزلتها رسالة حتى يعرف شنو كلمة لا إله إلا الله، وبالموكب من الطيب مليون ومليونين غلاص مي مليون وصلة، حتى شنو رسالة كل مبغض للإمام الحسين حتى يشوف هذا المقطع. أبو حسين، اليوم الكل يسأل يعرف علاوي أبو حسين من خلال التواصل الاجتماعي، فهو يسألون يقولون هل أبو حسين من يقدم هاي الأشياء وهي راح تكون ترى رسالة خالدة؟ هاي اليوم كانت هي الصراحة بما يسمى ترند، الكل ملتزم يعني داخليا أبو حسين، لو ما عنده هذا الالتزام داخلي، يعني أقصد بالالتزام الديني. شوف على أخوي، ذاك الواحد لبس عمامه وقال أنا سيد، وذاك من لبس عمامه وقال أنا شيخ. اكو انسان شوفه بسيط بس عقله شغال، اكو انسان شوفه بسيط بس يفتهم. انا من دخلت بهذا المحتوى ما دخلت على عبس. كلمة لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله كلمة عظيمة، يعني لا تنسى كلمة لا اله الا الله. الكلمات بها غريبة، كلمات جوفية، يعني تقول لا اله الا الله ما تتحرك شفايفك. وانا من قلت لا اله الا الله، الله سبحانه وتعالى هو بالكل. من وجهت هاي الرسالة بالمواكب الحسينية، هاي رسالة كل مبغض الإمام الحسين. خاف واحد من يدري أنا دريت، أنا لا سيد ولا شيخ معمم ولا سيد معمم، بس ما تفضل قلت لك أكو إنسان بسيط يذب رسالة، بس هي رسالة قوية. يعني هسه عندك العراق 45 مليون نسمة، ما معناها بس علي الأهلاوي طب بهذا المحتوى وبالمواكب وكلمة لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى بعث الرسول المكة على جبل صفا، أول ما قال لا إله إلا الله وتلقوا بالحجار وكبوا وجهه بالدماء هو وأصحابه، فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة. أبو حسين، إن شاء الله هم السؤال الثالث، وعاشت ايدك يعني وجزاك الله ألف خير، وأنا ممتن يعني منك جدا. أبو حسين، اليوم يجوز الأكثرية ما يعرف علاء أبو حسين وين ساكن. منطقتك الكمالية شنو تعني لك منطقتك؟ شنو اللي إيجابياتها عليك؟ كلش حلو، أنا ممنون منك على هذا السؤال الثالث وهو الأخير. أعتقد أني مرفوع أمام أهل وناس منطقتي الكمالية. شوف صغير وكبير ومرة وعجوز شايب تنطق بعلي الأهلاوي، لين قال لك من يحمد نفسه يذلها، فلا تروح تسأل علي الأهلاوي يعرفوا يقولوا شنو علي الأهلاوي. وكذلك منطقة الفضيلية، ومن خلال بث تحياتي وأشواقي الحارة لمنطقة الفضيلية وعقال عراس، ناس كرم شجاعة طيب كلها وين تلقاها؟ بالفضيلية، ولا تهون منطقة الكمالية. أنا مو منطقة الكمالية بس لا تريد يعني هسه لا أرشح لك فضيلية وكمالية كلها علي الأهلاوي. وعد صاحبي من خلال البث أوجه كلمة إلى من أنا من خلال البث، حسن أبو دموع الحميداوي، تاج وباز وحط على راسي، هذا أخوي 30 عام صديقي، إذا موازد لا والله زيد 40 عام صديقي. وأنا شكر منك على أخوي المحترم
وجزاك الله ألف خير. والما يعرف علي صالح هاشم الحكامي من ساكنة محافظة بغداد منطقتي الكمالية بالأخير يم السوق. اليد يجي أحطه على راسي، كل خطوة مليار هلا، والشرب بكم على راسي. وأنا شكر من يمك أخوي علاء، وجزاك الله ألف خير. علاء وبحسين جزاك الله ألف خير، واللهم يعلي من شانك، وأشكرك جدا. إن شاء الله راح تشوفوني بحلقات قادمة بعد وأسئلة محرجة وواقعية، وفي امان الله.